بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف ان انت ممكن تربط القرآن اللي انت بتقراه تربطه بالواقع بتاعك، بحيث ان انت تتحاوط بالقرآن، تحاوط نفسك بيه. في حاجة اسمها القرآن المقروء اللي هو الكتاب اللي في ايدك، وفي القرآن المرئي اللي هو ايه؟ اللي هو الدنيا اللي حواليك دي، اللي فيها سماء وفيها حيوانات وفيها ارض وزرع وفيها مية، فيها كل حاجة. ده قرآن مرئي. حلو، ده آية من آيات ربنا، والأرض مليانة آيات. طبعا فكرة إن أنت تاخد حاجة من القرآن وتربطها في حاجة بحاجة قدامك بتشوفها كل يوم مثلا، ده بيخليك كونكتد، متصل على طول بالقرآن، متصل على طول بكلام ربنا. وده بيعمل معاك ايه بقى؟ دي عبادة على فكرة، دي عبادة زي الصلاة والصوم والحاجات دي بالظبط. ودي عبادة عالية بقى، لأن أنت دلوقتي أنت واخد القرآن معاك في حياتك، فأنت قريته وبتشوفه. دي بتخليك ايه؟ في حالة ذكر مستمرة، بتقفل اي مدخل من مداخل الشياطين عليك، شياطين انس بقى، شياطين جن، انت بتقفل الحاجات دي عليك. تالت حاجة طبعا نفسك بتبقى في حالة مستقرة وبتبقى في سكينة، والافكار والاصوات الضغطة دي ما بتبقاش موجودة، لان انت دايما في حالة اتصال. تعالى هديك مثال في سورة النحل. ربنا بيقول: اعوذ بربي السميع العليم من الشيطان الرجيم. الم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. حاجة إحنا بنشوفها على طول. ألم يروا، ربنا بيقول هم ما بيبصوش، ما بيشوفوش. إيه بقى يا رب؟ ما بنشوفش إيه؟ إلى الطير اللي هو الحمام والعصافير والهدهد، الحاجات اللي إحنا بنشوفها بتطير على طول من حوالينا، إحنا بنبص عليها بس ما بنشوفهاش. يروا يعني في رؤية بعمق وتركيز في آية من آيات ربنا. فأنت خدت الآية دلوقتي، شايف الحاجات الطيور دي حواليك، أوكي؟ وربنا بيقول لك في الآية ما يمسكهن إلا الله. يعني الآية في الطير ده إن البرمجة بتاعته والسيطرة كاملة من ربنا، الحركة بتاعت الجناح بتاعته، بيطير ازاي، كل دي برنامج إلهي محطوط قدامك، آية عشان تبص. ربنا هو اللي ماسك مسيطر على الحركة بتاعت الطيور دي بطريقة معينة. فهو عايزك تبص على الموضوع ده. فلو انت بصيت على الموضوع ده، طبعا بالنسبه لك خلاص دي رؤيه عميقه بقى، انت بتبص عليه من وجهه نظر القرآن. فانت خدت من القرآن المقروء للقرآن المرئي، بقيت متحوط بالقرآن، شفت آية زي دي. ولما تشوف آية زي دي تفتكر الآية وتطلب من ربنا انه يجعلك من المؤمنين، يجعلك من الذين آمنوا، يجعلك مع القوم المؤمنين، لأن ربنا بيقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فانت بصيت، فانت دلوقتي أصبحت مؤمن. اطلب بقى وزن ان ربنا يثبتك في الحتة بتاعت الإيمان. حاجات كتير بقى في القرآن ممكن تلاقيها وتطبق عليها الموضوع ده، فتحاوط نفسك بكتاب الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.